هنعمل كوردون بلو ومن غير رغي كتير ملوش لازمه. صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا يا فندم نبدا حفلتنا المعتاده، واللي هنبداها باول مرحله وهي مرحله التنظيف، وهي اننا هننقع مقادير البانيه في ملح وليمون وميه ونسيبه 10 دقايق. وبما اني ما عنديش كلينك فيلم فحلو قوي الحته دي هتكفي وتقضي الغرض معايا، وهتعرف بعدين غرض ايه بالظبط. ونجهز بقى بالمره طبق الخضره بتاعتنا المعتاده، شويه الطماطم على الجزر وعلى الخيار ونركنه في الثلاجه، وكذلك الصوابع هننقعها في ملح وخل وحبه كمون ونعصر عليها نص ليمونه، وجنب الخضره في الثلاجه نركنها. ونجهز بقى معانا طبق صغير فيها حبه ملح وفلفل اسود وبصل بودره وتوم بودره وحبه بابريكا، ودول هنحتاجهم في تتبيل البانيه. بعد 10 دقايق هنبدا التجهيز. لو عايز تفرد البانيه اكتر من كده اعملها بنفس الطريقه وهي هتفرد معاك بس على مهلك عليها علشان ما تتهريش. وبما اننا جهزنا القطعه اللي هنعملها بطريقه الرول فيبقى ما فاضلش غير بطريقه الحشو، وتجهيزها هي انك تاخد القطعه في حضن ايديك وتغرز مطوتك فيها بس بهدوء عشان ما تفتحش معاك وما تفلتش منك وتتقطع، يعني خليك شبح بس شبح كده وكده. عشان بعدها هندهن كل القطع بالتتبيله اللي عملناها من شويه في الاماكن جوه وبره تحت وفوق وشمال ويمين، وطبعا هما الاثنين. قبل ما ندخل في مرحله تجهيز الحشو يا ريت نغسل ايدينا كويس جدا عشان جراثيم اللحمه النيه ما تختلطش بالجبنه والرومي المدخن واحنا بنعملها. غسلنا ايدينا زي الفل. ندخل بقى في مرحله الحشو، واسمع مني الكلمتين دول وفكك من اي حد بيقول لك شرط ان كوردون بلو يتعمل بحشو جبنه. انا بقول لك فكك من الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. واللي يقول لك ازاي يا جدع قول له البيضه الاول ولا الفرخه، ولما يعرف يجاوب ايه بقى اسمع كلامه. حطينا حشو على القطع الرول وهنلمها ونكبس عليها بالكلينك فيلم، وهي دي لازمتها انها تساعدك انك تتحكم فيها ومن غيرها الاكله كلها مش هتكمل. الفكره بدل ما اعمل رول مع القطعه لا، الحشو نفسها هي اللي هتبقى رول وتدخل جوه القطعه، وبعد ما تظبطهم هما الاثنين على الفريزر نصايه بالكتير عشان يمسك نفسه ويبقى خطير. ولما تطلعه وتفكه انزل بيه في الدقيق، ومنها للبيض ومنها دبل كيك تاني للدقيق ومنها للبيض ومنها الزريبو على البقسماط، وهتكرر نفس العمليه على كل قطعه اللي معاك واركنها في الفريزر نصايه تاني تمسك نفسها عشان بعدها نبدا حفله التحمير. بعد ما خدنا البطاطس اول حاجه عشان الزيت لما يتبهدل انا ما احترش، وبعدها حمرنا حلقات البصل المحشيه جبنه بس شلت تفاصيلها اختصارا للوقت. وطبعا مش محتاجه اوصيك النار تكون هاديه عشان البانيه تستوي كويس جوه وبره، ومش هوصيك برده على التقليب في كل الاتجاهات، ومش هوصيك برده على الفولو واللايك والشير واتمنى لي من قلبك الخير، ومش هوصيك اتفرج على اللي جاي برواق ومزاج. وهي عاده بتاخد من 5 ل 7 دقايق في كل اتجاه. يعني ايه كل اتجاه؟ يعني فوق وتحت وشمال ويمين. لو سمحت ما تستخسرش فيها شويه وقت عشان تستوي من كل الاتجاهات وجوه قبل بره. ما تعليش النار عليها عشان ما تبقاش مستويه من بره ونيه من جوه. وطبعا ده اكيد ستوري ناو، فما تنساش الفولو واللايك والشير واتمنى لي من قلبك الخير. واكيد طبعا هتنوروا الانستجرام اللي انتم مقصرين فيه كتير. صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه وازكى السلام. هنسمي الله وهندوق البانيه وبعدين هندوق البصل وهنقول التركات بتاعتنا اخبارها ايه. بسم الله وباليمين ندوق. بسم الله. والله تحفه وزي العسل. اللي عنده اي ملحوظه طبعا يقولها لي، وكلكم على راسي من فوق. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، وبالهنا والشفا على قلبي وعلى قلوبكم. وما تنساش ندعي لامواتنا بالرحمه، ربنا يرحمهم ويغفر لهم اللهم امين، ومنهم امي باذن الله. قراءه الله وحفظه. ساء الزبده على عيونكم.